السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا كاملين في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشارك معكم الدجاج كنتاكي او الدجاج الكيافسي. غادي نرافقوا ان شاء الله بواحد الصوص ديال اليوغورت والجبن وتكتوكه ديال الفلفله مشويه ومطيشه. كنتمنى تكملوا الفيديو حتى للاخير باش تعرفوا على جميع التفاصيل ان شاء الله. غنبدا معكم ان شاء الله في المقادير والطريقه في نفس الوقت. نبداو بسم الله. هنايا خديت اناء غنوضعوا فيه اليوغورت، غنضيفوا دابا عندنا هنايا عصير ديال الحامضه اللي تقدروا تعوضوها بالخل ديال الحامض. غنضيفوا هنايا التوابل، عندنا هنايا معلقه كبيره ديال الطماطم المصبره اللي تقدروا تعوضوها بالكيتشوب، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه ديال البزار، معلقه ديال التحميره عامره، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، الملحه اللي كتبقى حسب الذوق، ومعلقه صغيره عامره ديال الثوم بودره. غادي نخلطوا دابا هاد المكونات مع بعضياتهم. غنضيفوا دابا واحد شويه ديال الماء باش نحصلوا على القوام اللي بغينا. بالنسبه للقوام اللي كنحصلوا عليه كيجي القوام ديالو بحال البغرير، ما كيكونش ثقيل وفي نفس الوقت ما كيكونش خفيف. غادي نخلطوا المكونات مزيان. هل القوام اللي حصلنا عليه كيتبع على هذا الشكل هذا كيف ما موضح في الفيديو. غنضيفوا ليه دابا الدجاج. عندي هنايا كميه ديال الصدر ديال الدجاج، انا درت هنايا نص كيلو اللي مقطع هكا شكل طولي. غادي نخلطوا دابا الدجاج مع هاد التوابل حتى كيتلبس مزيان. غادي نديروه في الثلاجه يرتاح على الاقل واحد الساعه، قد ما بقى في الشرموله قد ما كيجي لذيذ بزاف هذا الدجاج هذا. كنتمنى تجربوا طريقتي وتنال اعجابكم. راه بدون بيض، بدون شابلور، بدون كورن فليكس. غادي نخلي الدجاج ديالنا يترقد كيف ما شفتوا. انا غادي ندخلو دابا ان شاء الله للثلاجه. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه حيت فعلا وصفه كتستحق التجربه، وكنمشيو نشريو على برا على كيكون يعني الثمن غالي. انا درتو لكم اليوم ان شاء الله في الدار، كنتمنى تجربوا. غادي نخدم معكم دابا ان شاء الله لاصوص اللي غنقدموا مع الدجاج. كنحتاجوا ليها في المكونات عندي يوغورت طبيعي، 3 القطع ديال الجبن مثلث، شويه ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال الثوم بودره. بالنسبه للملح انا ما درتهاش حيت عندي الجبن مالح. غنديروا جميع العناصر ديالنا في اناء وغادي نخلطوهم. هاد لاصوص هادي راه كتجي مع جميع انواع اللحوم ترافقوا بها الاطباق ديالكم، كتجي زوينه وكتجي بنينه في المذاق ديالها. من بعد ما خلطنا لاصوص ديالنا كتصبح على هذا الشكل هذا. انا خلطتها غير بالفرشات كيف ما كتشوفوا، ها هي كتجي عاقده وكتجي كريميه. غادي ندوز دابا ان شاء الله باش نحضر معكم التكتوكه ديال الفلفله مشويه ومطيشه. بالنسبه للتكتوكه كنحتاجوا له هنايا عندي 2 مطيشات محكوكين، عندي 2 فليفلات مشويين بهذا الشكل هذا، عندي زيت الزيتون، ورقه سيدنا موسى، معلقه كبيره ديال الربيع، كزبر ومعدنوس، 2 شروع ديال الثومه محكوكين، الملحه حسب الذوق، معلقه صغيره كل من الكمون، الخرقوم، معلقه كبيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال السودانيه. اللي ما كيبغيش الحار ما يديروش. غادي نبداو ان شاء الله في الطريقه. اول حاجه كنشعلوا النار، كنوضعوا المطيشه ديالنا، كنضيفوا ليها كميه ديال زيت الزيتون، غنضيفوا دابا التوابل اللي عندنا وورقه سيدنا موسى. غادي نخلطوا دابا المكونات ديالنا حتى كتشحر لينا المطيشه. عاد كنضيفوا الفلفله. من بعد ما تشحرات لينا التكتوكه ديالنا المطيشه كيف ما كتشوفوا غنضيفوا ليها دابا الفلفله عندنا مشويه. غادي نحركوا هاد المكونات ديالنا مزيان. هاد التكتوكه هذه راه سهله وسريعه وكتجي بنينه.
غادي نخليو دابا التكتوكه ديالنا كتشحر على عافيه مهيله، ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا التتمه ديال الفيديو ديال الدجاج. رجعت لكم من بعد ما تماغينا لينا الدجاج. غادي نفندو دابا هكا في الدقيق الابيض كيف ما كتشوفوا معايا. راه درت فيه شويه الملحه والابزار بهذه الطريقه اللي كنوضحها في الفيديو. نتمنى تجربوا هذا الدجاج حيت فعلا يستحق التجربه، كيجي بنين في المذاق. غادي نقليو دابا ان شاء الله الدجاج ديالنا في الزيت اللي دايرينها سخونه من قبل. ما تجهدوش عليهم البوطه باش ما يتحرقوش. هذا الدجاج هذا راه كيجي فتي من الداخل ومقرمش من على برا. رجعت لكم في الاشكال النهائيه ديال الاطباق ديال اليوم. شوفوا ما شاء الله الدجاج كيفاش كيجي، راه كيجي اللون ديالو مذهب وكيجي بنين في المذاق ديالو. كنتمنى تجربوه، راه شي حاجه كديروها في الدار يعني احسن من اللي كتاخذوا على برا. كتعرفوا اشنو فيها. كيجي على هذا الشكل هذا. هنايا التكتوكه شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي بنينه وسهله في التحضير. لهذا الصوص اللي حضرت معاكم كتجي عاقده وكتجي كريميه وكتجي بنينه في المذاق ديالها. تقدموا مع هكا الدجاج بهذا الشكل هذا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وما تنساونيش فضلا وليس امرا من الاشتراك في القناه. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وشكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم.